هو انا مش قلت لكم ان زمزم لما شرب له؟ عارفين يعني ايه لما شرب له؟ يعني مش بس بتشفي معدتك، مش بس بتملاك، مش بس زي ما النبي قال طعام طعم وشفاء سقم، يعني بتغذيك وكأنك واكل اكله كبيره. لا، انت لو عايز زوجه صالحه تدعي وربنا يرزقك بزمزم. عايز شفاء تدعي وربنا يرزقك من زمزم. عايز زياده في العلم، زياده في النور، زياده في الصحه، زياده في الاولاد، كله من ميه زمزم. عارفين انا عوزت ايه؟ انا عوزت ان انا اجي الكعبه عدد من المرات. ربنا جابني ما كملتش سنه وشهرين، جيت 3 مرات بسبب دعاء وانا بشرب ميه زمزم. لعلها كانت ساعه اجابه. فكل واحد يقدر يشرب ميه زمزم، وانت في بيتك حد يجيب لك ازازه ميه زمزم هديه، تقدر تيجي للكعبه تعرف ان ميه زمزم دي طعام طعم وشفاء سق زائب مزمزم لما شرب له. فيا رب يتقبل مني ومنكم ويرزقكم زيارة بيته عن قريب، وتشرب مية زمزم وتتضلع فالمية تمشي في ضلوعك كده وكأنها بتغذيك وتقويك. ويا رب يشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق ان هو يجي هنا في الكعبة. ورب يجيبني كتير وبين لكم عظمة بيت ربنا. انظروا للكعبة وتمنوا رؤيتها، ربنا يجيبكم لحد عنده.